يعني باقي 7 دقايق في عمر اللقاء وينتهي بفوز مصر على فرنسا. للأسف تيجي الدقيقة 83 وتتعادل فرنسا، ومن بعد التعادل الثاني والثالث حزن كبير وغضب واسع بين الجماهير، وسؤال الكل بيردده لحد دلوقتي: هو ايه اللي خلانا نخسر؟ وليه منتخبنا ما قدرش يقف على رجله لحد دقيقة 90 مع ان كان باقي 7 دقايق هيمروا مرور الكرام؟ هجاوب حضراتكم على السؤال ده في عجالة عشان ما اطولش عليكم، ولكن انا عندي سؤال برضو اهم من السؤال ده: هو ليه احنا كجماهير مصرية، اهلي زمالك اسماعيلي كله بقى تشكيل على بعضها، ليه دايما بنكون مجهزين سيناريوهين بنتعامل بواحد منهم بعد اللقاء؟ مش الجمهور بس، ده الاعلام كمان. يعني احنا لو كنا كسبنا كنت هتلاقي البوسترات والمانشيتات ومعرفش ايه والصور والكلام والاشاده باللاعبين، رغم كان في نقطة ضعف في لقاء في تشكيلة منتخبنا الوطني، وكان في بعض من علامات الاستفهام على بعض اللاعبين. ليه بقى لو كنا احنا يعني كسبنا كنا لقينا ده؟ طب احنا خسرنا برضو لقينا في بعض من الناس لهم كامل الاحترام والتقدير في رأيهم اللي بنحترمه دائما وابدا، مسكوا لعبتنا ويطلعوا السلبيات اكتر من الايجابيات وما شابه ذلك. انت جاوبنا على السؤال ده، وانا هجاوبك على السؤال الاولاني: ليه احنا خسرنا؟ هقول لك. الاول عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واتمنى من كل قلبي لو شايفنا اشترك في القناه وفعل زي الجرس وضغط عشان يوصلك كل جديد. انا هنا بطلع بمزاجي وبراحتي، ما وبقول اللي نفسي فيه، محدش وما بخافش من حد غير ربنا. وعلى قد ما الناس بتتابع بكون سعيد ومبسوط، وعارف ان فيديوهاتي عمرها ما هتوصل لفوق مره واحده كده او ما شابه ذلك، واتمنى صوتي يوصل، لان انا بحب اتكلم في الكوره، مفيش غرض من ورا كده. طيب ندخل في الجديد. ليه منتخبنا خسر؟ في سببين. السبب الاول آه يعني عايز اقول حته الصمود، حته الصمود، حته الروح الى اخر لحظه، حته الثقه انك ممكن تغلب فرقه كبيره. في بعض من اللاعبين كانوا عايشين في المباراة مش مصدقين انهم سجلوا هدف في فرنسا. محمود صابر اللي هو مضيع الماتش اللي فات كرة لا اسهل ولا هتلاقي يعني في سهولة اكتر من الهدف اللي كان ضيعه الماتش اللي فات، هو اللاعب اللي جاب الهدف في فرنسا. ففي لعيبة مش مصدقة، في لعيبة عندها حتة يعني ضعف نفسي، الجمهور الارض والبطوله وكل حاجه هناك، فاحنا كويس اللي احنا وصلنا لحد كده. فانا واحد من الناس بقول: حط لعيبه الاهلي على بعضها مكان المنتخب وباقي 7 دقايق، والله العظيم لا تلاقي النادي الاهلي محافظ على 7 دقايق. مش هقول بيهاجم، ولكن كان هيخلص المباراه زي ما هو عايز. الفرق بين لعيبه المنتخب يعني بمختلف انتمائها لفرقتها فرق جامد ما بين لاعبي النادي الاهلي اللي هم اصلا تعودوا على بلس 90. يعني لو الاهلي اللي متعادل مكان فرنسا، اعتقد ان كان الاهلي ممكن يتقدم في بلس 90، والله العظيم. ودي بترجع للروح والمعنويات والثقه وفرق الخبرات والكلام ده كله. البطولات دايما بتكتسب منها خبرات. فلعيبه المنتخب يعني الحمد لله احنا زعلانين لاننا عشمنا كتير وقلنا خلاص احنا على وشك اننا نلعب اسبانيا، لكن للاسف الشديد ما حصلش خير. كله من يعني الحمد لله قدر ما شاء فعل. ولكن هنعمل ايه مع المغرب؟ مع المغرب بيكالي هيعمل ايه الراجل ده؟ انا من وجهة نظري والله العظيم شابولي رغم تاخر تغييراته بالامس، لكن ماذا لو هو اللي ماسك منتخب مصر الاول؟ هل القماشه اللي فوق كانت هتساعده، ولا اصلا القماشه اللي فوق شكرا على كده على قد كده، ونطلع بالمنتخب اللي تحت بقى هو اللي يعتمد عليه بشكل اساسي؟ وبرضه في مشكله، احنا بننجم وبنفخم وبنلمع زيادة عن اللازم. الناس دي لما تطلع فوق هتلاقيها زي اللي فوق اصلا، بدليل رمضان صبحي وبعض اللاعبين اللي تم تلميعهم وهم في المنتخب الاولمبي
وطلعوا فوق بقى لقيناهم بيرموا ودانهم للميديا خلاص، فبنرجع احنا نمل، مش لاقيين نجوم يعني تسعدنا كرويا يعني. على كل حال هنقابل المغرب، واتمنى اننا نكسب، لان المغرب عامله شغل عالي بالامانه الله يعني. مش عايز اقول كعبهم عالي، ولكن منتخب المغرب واقف على رجله، وكان حاله زي منتخب مصر. مفيش يعني، برضه جه في الاخر كان متقدم واتقلب السحر على السحر. بلاش تيجوا على لاعب الزمالك حسام عبد المجيد. الراجل مش هيعمل حاجه لوحده، كلنا بنغلط، برضه كلنا بنغلط، وياما كان عليها وغلطوا. بلاش تيجوا برضو على في حد تاني من اللاعبين برضو. الناس نزلت فيه سلخ، فبرضو الناس دي لازم نديها يا جماعة الدفعة، لأن أنت مهما تكسر كفاية إن هم بيصلحوا، كفاية إن هم برضو يعني وصلوا لحد الدرجة دي. فهنا اتكلمنا عن المنتخب، أدخل بقى على النقطة الأخيرة اللي حابب أختم معاكم بها الفيديو. أزمة كهربا وأزمة كولر وتدخل الخطيب ورأي الجمهور. تاني، أزمة كولر وكهربا وصلت لفين، وتدخل الخطيب فين؟ مجلس إدارة الأهلي ليه مسلم الفوطة كلها للجهاز الفني؟ وهل بالفعل مجلس إدارة عمره ما بيتدخل في قرارات الجهاز الفني؟ طب لو هيكون بالسلب على النادي، الجمهور رأيه إيه؟ الجمهور زعلان على اللي بيحصل مع كهربا، دي واحد. الجمهور مش موافق على رحيل كهربا، دي اتنين. الجمهور بيناشد مجلس إدارة النادي الأهلي إنه يتدخل. ليه؟ اللاعب ده هو نفسه اللي ضحى بكل حاجة من أجل إنه يرجع على بيته النادي الأهلي. اللاعب ده تاني حاجة هو اللي شال هجوم النادي الأهلي في بطولة الدوري، في بطولة كأس مصر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في كأس عالم للأندية، 4 بطولات. كهربا أخد أفضل لاعب في أفريقيا في السيزون اللي كنا بنلعب فيه الهلال السوداني لو تفتكروا، وجاب الهدف اللي الكاف اختاره، وكان أفضل هدف في البطولة. ليه كولر مصر على إحداث أزمة بينه وبين كهربا؟ السؤال ده من وجهة نظري إنه كولر عمل زي يعني مش عايز أقول خلاص مسك عظمة ليه وسام وعلي، هو ده، وعايز نسخه منه تانية وبس على كده وشكرا وشكرا. طب ما كهربا كان واقف على رجله، ولما كنت بتديه كان بيديك، هو ليه دلوقتي بقى كخه؟ هل رحيل مودست وكشف فشل هذه الصفقه ده اللي مضايقك من كهربا مثلا؟ ما هو في حاله من الغضب عند جمهور الاهلي والله العظيم، مش كلام بس. فنتمنى انه الخطيب يتدخل، لانه اللاعب عنده يدي النادي كتير، ممكن يمر بإخفاقات في فترة معينة، لكن بعد كده هتلاقي اللاعب موجود معاك. لكن المدرب عمره قصير جدا مع النادي، يعني ممكن يمشي في اي وقت، زي فايلر كده لما لك ظروف اسريه والكلام من ده. فنتمنى اما ان كولر يصحصح ويهدى كده ووقف اللاعب على رجله. كهربا ده كان مكسر الدنيا في الزمالك، في الاهلي، في اتحاد جده السعودي. فليه مصرين على اننا نبطله كرويا؟ بس ده السؤال. اتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وما كنش طولت على حضراتكم، وبشكركم جدا جدا جدا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.